يا جماعة أنا قررت إن أنا أشتري air fryer أو القلاية الهوائية. تعالوا بقى آخدكم معانا في جولتنا، نعرف النهارده إيه أفضل قلاية لسنة في نهاية 2023. ونعرف كمان أسعار القلايات وصلت لحد فين. يلا تابعوني. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي فاطمة، بعمل فلوجات وريفيوهات كتير أكيد هتفيدك. مش تنسي تشتركي في القناة وتعملي لايك وشير كتير للفيديو. أول حاجة إحنا جولتنا النهارده في رنين، لأن رنين في الغالب أسعاره كويسة جدا. يلا بسرعة تعالوا نبتدي الفيديو. وأول قلاية معانا وهي قلاية بلاك أند ديكر، دي 4 لتر. دي بكرة مش ديجيتال. طبعا بلاك أند ديكر ماركة يعني أكتر من ممتازة. هي المفروض إنها تقفيل صيني، لكن صناعة أمريكي. وعبارة عن ست برنامج و1500 واط، وسعرها 3650. في نوعين من القلايات، اللي هي بتبقى لا إما الدرج لا إما اللي بتبقى عاملة زي الفرن. دي اللي بتبقى الدرج وبيبقى شكلها عامل كده. بصوا دي بتبقى شكل الصينية اللي جوه. ماركة بلاك اند ديكر بتبقى دائرية، لأن في ماركات مستطيلة وفي ماركات بيضاوية. فدي ماركة بلاك اند ديكر أكتر من ممتازة، يعني حلوة وكويسة جدا، وبتبقى 1500 واط. تعالوا بقى نشوف بلاك اند ديكر الديجيتال، برضو هي بتبقى 6 برنامج. وهي بص ما تفرقش اي حاجه عن التانية غير انها ديجيتال، والوات اعلى بتبقى 1800 واط، وسعرها 4799. برضو 6 برنامج زي التانية بالظبط ونفس الحجم بالظبط، برضو 4 لتر. الاختلاف الوحيد زي ما قلت لكم ان دي ديجيتال والتانية بكرة. والفرق في الوات، نفس الشكل الدائري ونفس كل حاجة. تعالوا بقى نشوف الماركة اللي بعد كده وهي ماركة فيليبس. 4 لتر 1400 واط، وسعرها 4299. دي بكرة مش ديجيتال. طبعا زرارين زي ما انتم شايفين، زرار نظبط منه الوقت وزرار نظبط منه درجات الحرارة. زي ما قلت لكم بقى، بصوا ده الشكل التاني. مثلا فيليبس دي، فيليبس مش دائرية، فيليبس مربعة زي ما انتم شايفين كده. فمختلفة عن بلاك اند ديكر. برضو فيليبس من الماركات الأكثر من ممتازة، يعني بلاك اند ديكر وفيليبس ممتازين جدا وبرشحهم بقوة. الماركة اللي معانا بعد كده هي ماركة شارب. هي تبقى 7 لتر 1650 واط، وسعرها 5519. ده موجود في الفرع، لكن في على السايت بتاعهم سعرها 6850. السايت بتاعهم أغلى شوية. تعالوا بقى نشوف الماركة اللي بعد كده وهي ماركة بلاك اند ديكر. 12 لتر 1500 واط، وسعرها 5250 في الفرع، وعلى السايت 5999. دي بقى الفرن اللي أنا قُلت لكم عليها، مش درج زي التانية. تعالوا بقى نشوف الماركة اللي بعد كده وهي ماركة نيوتريك. ماركة أكتر من ممتازة برضه وبارشحها جدًا. يعني بُصّوا بالترتيب كده، أنا بارشّح أول حاجة ديلونجي ونيوتريك ونينجا، دول التوب. يليهم على طول فيليبس وبلاك أند ديكر. دي ماركة نيوتريك، في منها الair fryer اللي على شكل فرن، وفي منها اللي على شكل درج. دي 3.6 لتر 1500 واط، وسعرها 3399. ده في الفرع، وعلى السايت 4499. للأسف في محلات كتير جدًا بقت بتعلّي السعر على السايت، بس يا ريت مش تقولوا لهم إن أنا قُلت لكم عشان الناس مش تقلب عليَّ. تعالوا بقى نشوف الماركة اللي بعد كده. دي ماركة اسمها سونوفير. سعرها 3399. هي بتبقى عبارة عن 6 لتر، يعني عدد اللترات بتاعتها 6 لتر، وبرضه 6 برنامج. تعالوا بقى نشوف الماركة اللي بعد كده وهي ماركة فيليبس. سعرها 6489. زي ما قُلت لكم أنا بارشّح ماركة فيليبس جدًا. فيليبس بلاك أند ديكر ماركة ممتازة جدًا ومتوفّرة، لإن نينجا مثلًا مش متوفّرة في مصر، نادر جدًا لمّا بنلاقيها. لكن نيوتريك وديلونجي بقت منتشرة إلى حد كبير.
تعالوا بقى نشوف الماركة اللي بعد كده، وهي شارب ال7 لتر درج زي ما انتم شايفينها، وسعرها 5519. طبعا شارب ياباني، برضو شارب من الماركات المحترمة جدا. تعالوا بقى نشوف الماركة اللي معانا بعد كده. الماركة بقى اللي معانا بعد كده وهي ماركة سونوفير. على فكرة أنا مش مجربة الماركة دي، يا ريت يعني تقولوا لي هي كويسة ولا لأ، عشان أنا بصراحة مش عندي أي معلومات عنها. دي عبارة عن 8 لتر و400 واط، وسعرها 1785. بس هي شكلها متغير عن الاير فراير اللي احنا متعودين عليها. فياريت بقى تبقوا تقولوا لنا هي الماركة دي حلوة ولا ايه اخبارها. ويا ريت في الكومنت مش تنسوا تكتبوا لي لو اي حد ليه تجارب مع الاير فراير، يكتب ايه هو افضل نوع جربه وجابه، وايه الافضل نوع ان احنا نشتريه. الماركة بقى اللي معانا بعد كده ديت ماركة سونيفير. شكلها عامل زي الفرن مش الدرج، وسعرها 3789. دي القلاية دي 12 لتر، 1800 واط زي ما انتم شايفين كده، وعبارة عن 5 برنامج. شكلها عامل زي الفرن زي ما قلت لكم مش درج. تعالوا بقى نشوف الماركة اللي بعد كده وهي نيوتريك 1500 واط، وحجمها يعني 3.6 لتر، وسعرها 5280. دي لونج زي ما قلت لكم ممتازة، يعني أكتر من ممتازة، قصدي 15,000، أنا آسفة، 15,449. دي ماركة ديلونجي. طبعا هو مش في ناس كتيرة بتشتريها بسبب سعرها الغالي، يعني لأنها يعني لازم اللي يكون شاريها عارف قيمتها كويس قوي. الماركة اللي معانا بعد كده وهي ماركة تيفال، وسعرها 8999. الماركة بقى الأخيرة وهي كانت بلاك اند ديكر، وحجمها 5.4 وسعرها 6189 بكرة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، حاولت أفيدكم على قد ما أقدر، وقلت أخدكم الجولة معايا وإحنا بنعرف أسعار الإير فراير، وأقول لكم على إيه أفضل الأنواع اللي من وجهة نظري. يا رب يكون الفيديو عجبكم، أشوفكم على خير وأشوفكم في فيديو جديد. ده وحش.